طبعا اتمنى التوفيق لنادي الزمالك النهارده. وطبعا نادي الزمالك يا جماعه الفتره اللي فاتت مشلاك وما ادراك ما مشلاك، وحوار ابراهيم فايق مع رئيس احد والكلام ده كله، انا وجهه نظري يا جماعه مش عارف انتوا توافقوني ولا لا. اللعيب بيبان من لمسه. اللعيب مش محتاج يقعد 6 مباريات و7 مباريات اساسي عشان يقول انا لعيب. اللعيب من قراره في الملعب، من وقفته، من لمسته، من تحركه، من قراره في انه يشوط، ولا قراره انه يباصي، ولا قراره انه يرقص، ولا قراره انه. فاللعيب قرار. انا مش شايف من اللعيبه اللي جم لعيبه لفتت نظري غير بنتايك. بنتاك محمود بنتاك عامل يا جماعه، ده بيطلب الكوره، باك ليفت بيطلب الكوره في اي وقت. بصوا لبنتاك هتلاقيه بيرفع ايده ودايما عايز الكوره معاه. لعيب واثق من نفسه، لعيب عايز يكون محور اساسي في نادي الزمالك انه يلعب. لكن مع احترامي المشلاك انا مش عارف يعني هل نديله بقى شهر كام، موسم كامل عشان نقول عليه لعيب؟ ده انت محترف. المحترف ده المفروض يفرق عن اللي عندك. المحترف ده لازم من لحظه يبان. المحترف ده لازم يفرق عن اللي موجودين. فنتمنى التوفيق يا عم، نتمنى. مع ان انا بقول وجهه نظري، اللعيب بيبان من اول لمسه، بيبان من قرار. انا بقول دايما من اللعيب قرار. انت ازاي هتشوط، ازاي هتكمل، ازاي يعني. شفنا الانفراد اللي عملوه له نهر ماهر، الماتش بتاع المصري، اعتقد المصري اتلعبت له ثرو عالمي، نفس الثرو بتاع الجزيري اللي كان في الاهلي، قال له روح وراح وبره. يا الجزيري حظه حلو انها خبطت طبعا في مصطفى شوبير وردت له حطها، لكن ده سلكت بره على طول. لكن انا بقول يا جماعه لا، نادي الزمالك الفتره اللي جايه دي، واتمنى من مجلس اداره، وسمعنا ان نادي الزمالك هيبقى اغنى نادي يمكن في الشرق الاوسط، واغنى نادي في مصر. نتمنى طبعا رجال اعمال اساميهم كل واحد فيهم يخض، اسامي كبيره واسامي ناس محترمه ورجال اعمال مخلصين لنادي الزمالك. نتمنى بقى الناس دي فعلا يبقى اغنى نادي في مصر. نشوف صفقات تقيله، صفقات ما تبقاش فيها محل خلاف، تروح تجيب لعيب ينزل ياكل يعني يكسر الدنيا في الارقام. فده نتمناه الفتره اللي جايه، يعني نتمناه. يعني انت احنا شفنا عبد الله السعيد، انت طلعته في ماتش المصري، انت ما لعبتش مباراه نهائي. يعني عبد الله السعيد سبحان الله اليوم اللي بيبقى فيه تعبان او مش موجود، نادي الزمالك بيتاثر بلاعب عنده 40 سنه. معناه اللعيبه اللي جنبه كسر، معناه اللعيبه اللي جنبه كسر. مع احترامي الشديد، ده المفروض الفرقه اللي تشيل عبد الله، مش عبد الله اللي يشيل الفرقه. فانا نادي الزمالك عليه علامه استفهام يا جماعه. نتمنى التوفيق له، ونتمنى يعني شايفين ان حسام عبد المجيد اداؤه اتطور ان شاء الله، عوده الونش ان شاء الله. عندك طبعا عندك قلنا التونسي يا جماعه. انا بقى على فكره والله بجد ما بهزرش، انا عندي زهايمر فبنسى، ودي حاجه علاجيه يعني بجد. فالله المستعان. حمزه المسلوسي، حمزه المسلوسي لعيب كويس ولاعيب امكانيات كويسه جدا. عندك عمر جابر، عندك نص ناصر ماهر، عندك عبد الله السعيد، عندك اسامي كبيره يا جماعه. احمد حمدي ان شاء الله نتمنى له يرجع بقى بسرعه، لعيب كبير. عندك لعيبه جامده. انا نفسي اشوف بقى مهاجم جامد. عمر فرج ربنا يفرجها. يعني عمر فرج فعلا عرفني عمليا وحرفيا كلمه الفرج. نتمنى ربنا يفرجها ونشوف فيه لعيب كوره. نشوف يا جماعه مصطفى شلبي اللي عامل لي فيها بلاتين، وعامل لي فيها بلينجهام، عامل لي كوكتيل امبابي على فينيسيوس، ولا بشوف منه حاجه. مع احترامي الشديد، زي انتوا بتشوفوا مصطفى شلبي، انا مصطفى شلبي بص ما بعترفش بيه من هنا لهنا، مش من هنا لهنا، لا من هنا لهنا. فحاجه غريبه. فالجناح طبعا عندك زيزو، وزيزو ان شاء الله مكمل. مع ان واحد من الناس كنت اتمنى يتباع، كنت اتمنى يتباع، ونادي الزمالك استفاد بالمبلغ تجيب لعيبه جامده. بس خلاص طالما زيزو موجود مع المنظومه حلو. بس عايزين فرود بقى هجام يا جماعه. فرود يخلص يا جماعه، فرود السقطه واللقطه. والراجل بيقول انا عايز ايجاريه، كل لحظه يقول انا عايز ايجاريه. هاتوه. مش معنى الراجل ده في الظروف دي ويطالب ويعند على ايجاريه معناه ان في حاجه هو احنا مش شايفينها. انا الراجل ده من الفيديوهات لعيب مكسر الدنيا، لعيب جامد قوي قوي قوي. الناحيه البدنيه هتيجي، لكن الكواليتي عالي، الجوده موجوده، الحرفنه والقرار وصاحب رؤيه، وانه يروح ويرقص وهداف لا لا، لعيب كبير. هاتوه خلصوا بقى، لان الزمالك دخل على مرحله صعبه. فنتمنى التوفيق لنادي الزمالك الفتره اللي جايه. نتمنى التوفيق لمجلس الاداره في الصفقات الجديده. نتمنى اللي يبقى موجود في طبعا شوف ناصر منسي نسيت اقول طبعا. انا ناصر منسي خلاص عايزه في نادي الزمالك بعد اللي عمله في النادي الاهلي. عايزه بقى يجيب ما يجيبش، يلعب ما يلعبش. انا بحبه خلاص، انا بقيت بحبه لله كده. وهو لعيب محترم، فعشان كده ربنا اداله. فنتمنى التوفيق لنادي الزمالك الفتره الجايه، ونتمنى ان في صفقات قويه، لان احنا محتاجين تدعيم، محتاجين تدعيم يا جماعه. ومحتاجين الاجانب يبقوا حاجه جامده قوي قوي قوي. اذا مش هتجيب لعيب اجنبي يفرق عن اللعيبه اللي في مصر فما تجيبوش. ولا انتوا ايه رايكم؟